جايبة ولادك من المدرسة وجعانين ومفيش وقت تعملي أكل، عندك شغل ومتأخرة وكمان مفيش وقت تعملي أكل، تعالي أقولك الأكلة دي جامدة من الآخر. هنا يا بنات حطيت معلقتين زيت على معلقة سمنة، وتعالي أقولك أنا عندي إيه. شفتي الفص بتاع الفرخة؟ اللي هو نص الصدر، نص الصدر يا بنات عملت منه وجبة كاملة متكاملة، وكمان الطعم ولا اروع. انتي لازم تجربي الوصفة دي. ده نص الصدر يا بنات بأمانة ربنا وشاهد عليا ربنا، ولا ازيد ولا اقل. قطعته كده حتت مكعبات، وقلبته كده كويس قوي في الحلة لحد ما اداني اللون الابيض اللي انتي شايفاه دوت. بجد يا بنات أكلة مشبعة جميلة لذيذة. عايزة أقولك كمان ريحتها لا، لا دي حاجة تانية. بجد هتعجبك قوي الوصفة دي، وما بتاخدش ثواني، اقفي 5 دقايق بس كده في المطبخ. هنا يا بنات كان عندي 3 بطاطسات كده، ما كانوش كبار، ده صغننين صدقيني، وبصلايه وكام طماطمايه وفلفل، واحد فلفل رومي وقرنين فلفل شطة عشان احنا بنحب الشطة. لو انتي ما بتحبيش الشطة حطي قرن رومي، بس لازم تحطي الفلفل لان بيديها طعم كده حلو بصراحة. حطي كله ده على بعضه وروحي قلبيها. هتقولي لي انت بتعملي ني في ني، لا صدقيني مش ني في ني ولا حاجة، دي اكلة متسبكة وهتعجبك قوي، وهتشوفي بعينك دلوقتي انها متسبكة ما بتكملش اصلا. يعني بصي هو وقت تسوية البطاطس فقط لا غير، لان احنا عارفين الفراخ طبيعي بتستوي بسرعة. قلبتها كده كام تقليبة في بعضها زي ما انت شايفة، ورحت جايبة نص معلقة من التوم. لازم يا بنات التوم بيعلي التست وبيعمل ريحة فظيعة، ومش عايزة اقولك بقى على الجمال. التوم يا بنات ده نص معلقة بس، هي هشة شوية لانه متفرز. هنا بقى يا بنات شطة انتوا عارفين، فلفل اسمر، بهارات فراخ، كاري، مرقة، كمون، بابريكا، وكمان الملح، بس كده. مش عندك بقى انت توابل تعملي ايه؟ حطي مكعب المرقه وده لابد منه بصراحه، يعني بيوديها في حته تانية. وفلفل اسمر والكمون والملح والشطه، اكتفي بدول لان دول موجودين في كل بيت. بس يا بنات عايزه اقولك بقى ان دي معلقه كده كبيره من الصلصه، ادي نص وهحط نص تاني، هي معلقه كبيره. حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها ابعديها عن الوصفه خالص. صوص الباربيكيو موجود عندك حطيه، مش موجود ما تحطهوش، ولكن بيدي طعم تحفة. معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وكوباية واحدة بس من المية، وهوطي النار وهقلب بقى كل ده كويس قوي، وهغطيها. بس مش هعمل اي حاجة تاني، وهي بتستوي بقى كده جنبها يلا نعمل حلة رز بشعرية. سبتها خدي ودي بقى كده مع نفسك، وكله ياخد من طعم كله، وشوية الرز ما كملوش نص ساعة واقفة في المطبخ، وكنت مأكلة ولادي أحلى طبق. وهي دي أكلة المستعجلين، وكمان أكلة آخر الشهر. بجد يا بنات حلوة قوي هتعجبكم. بصوا أنا هنا بدوق، مش عايزة أقولك مش قادرة استنى إن الأكل يبرد شوية من جمال الريحة. لا تحفة بجد، جميلة، جربيها مش هتندمي. بأقل حاجة عملنا وجبة وهنأكل ولادنا، وبجد حلوة قوي. وبصي الجمال، شايفة انها متسبكة ازاي؟ يلا انا مستنية رأيكم في الكومنتات بعد ما تجربوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.